انت عارف مشكلتك ايه؟ ان انت مش فاهم اللعبة. انت داخل لعبة ليها قوانين وليها قواعد وليها كتالوج، وانت مش عايز تمشي على الكتالوج. انت فاكر ان هي ما بتمشيش بالشكل ده. انت فاكر نفسك لما تدخل هتبقى فاكر، هتلاقي ان الموضوع سهل. انت فاكر ان انت هتدخل هتلاقي من وجهة نظرك ان الدنيا عادلة، وان انا هاخد حقي. انت داخل وفاكر ان الموضوع هتعمله ببساطه. فاكر ان كل لما تيجي تعمل حاجه الناس دراعاتها هتتفتح لك. هتيجي تبيع هتلاقي السوق كويس قوي، مفيش حد بيتكلم معاك. هتلاقي ان انت وانت بتعمل مفيش منافسين. انت متخيل ان كمان في المنافسه هتبقى المنافسه شريفه. فانت المشكله الرئيسيه كانك واحد جاي بيلعب كره قدم، تمام؟ ولكن عايز يطبق عليها قوانين كره السله. لا حضرتك، انت لو مسكت الكوره، انت بتلعب كوره قدم، لو مسكت الكوره بايدك انت هتاخد كارت احمر. فانت ما ينفعش تطبق القوانين بتاعت لعبه على لعبه تانية خالص. اللعبه معروفه. انت لو انت عايز تكون شخص مختلف، او عايز تكون شخص مؤثر، او عايز تكون موجود جوه سوق معين، لازم تلعب بالعابه ولازم تحكم باحكامه. ما ينفعش تيجي تقول لي ان انت هتدخل البيزنس وتكون داخل مقتنع ان الناس كلها بتبيع وبتشتغل، وانا هشتغل زيهم. مفاهيم غلط من الاول. ما ينفعش تدخل وتكون متخيل ان انت مش هتلاقي منافسة. ما ينفعش تدخل وانت متخيل ان انت هتكسب على طول. ما ينفعش تدخل وانت متخيل ان مفيش حد هيضحك عليك مرة، ولا حد هتلاقيه قريب منك هيسيبك. ما ينفعش تدخل اصلا الطريق ده وانت متخيل ان كل الناس هتقول هتحب لك الخير، وكل الناس هتسقف لك. اصلا احنا اتكلمنا قبل كده ان الطريق ده انت هتبقى فيه وحيد، ان الطريق ده انت الرحله فيه هتبقى رحله فرديه، ان الناس اللي كانوا اصحابك ممكن ما يبقوش اصحابك، وان انت هتخسر فيه ناس. الموضوع مش سهل. انت لازم تعرف قوانين اللعبه. انت لازم تعرف كمان ان مفيش حاجه اسمها الدنيا عادله. يعني ايه الدنيا عادله اصلا من وجهه نظر مين؟ ويعني ايه عادله؟ يعني العدل ده من وجهه نظرك غير من وجهه نظري غير من وجهه نظر حد تالت. فمين اللي يحكم على ان هي كده عادله ولا مش عادله؟ فالفكرة ان انت مش فاهم اللعبة، وعاوز تدخل وتحط القوانين، او اللي انت فاهم ان هي القوانين بتاعتك او الكتالوج بتاعك عليها، وهو اصلا غلط. هي ما بتمشيش بالشكل ده. طيب، عشان تقدر تدخل في حاجة لازم اول حاجة تكون فاهم هي ايه القواعد والاسس بتاعتها. اول حاجه، انا ادخل منين؟ ابدا السوق. انا دلوقتي موجود في سوق، ابدا السوق ده منين؟ طب ابداه ازاي؟ طب الناس اللي هم اللي بيليدوا الناس اللي بتسوق الماركت، اللي بتسوق السوق كله، الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي حجمها ايه؟ هل انا ماشي معاهم ولا انا ماشي عكس التيار؟ طب لو انا ماشي عكس التيار، هل انا عندي القوه اللي تسمح لي ان انا اقدر اعمل ده؟ والقوه هنا ليها حاجات. عندي عضلات، العضلات دي ليها حاجات كتير. العضلات دي ممكن يبقى انا عندي نوليدج قويه جدا، ممكن يبقى عندي علاقات حلوه في السوق، ممكن اكون شخص جبار بعرف اعمل ماركتنج كويس، فاقدر ان انا اعرف الناس على البرودكت الجديد بتاعي، فيقدر يروح ويجو فايرال اكتر ويتباع، واقدر احقق مبيعات. ايه العضلات اللي عندي اللي تخليني لما ادخل السوق ده اقدر ان انا اتكلم بلغة الناس اللي موجودة في قلب السوق؟ لو انت جيت حتى رجعت كده من يعني لو جينا نفكر كده زمان، هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيرسل نبي كان دايما بيرسله. حتى في آية بتقول وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه. وربنا سبحانه وتعالى كان بعدها قال لك إيه؟ ليبين لهم. فإيه فكرة بلسان قومه ليبين لهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرسله بنفس الكلام، حتى اللغة بتاعت الناس، بنفس الثقافة بتاعتهم. فهو منهم، لأن الرسول منهم. فالفكرة ليه؟ عشان يبين لهم. يعني ايه يبين لهم؟ ما هو لو انا عايش في دولة ثقافتها مختلفة تماما عن الدولة اللي انا موجود فيها، ولسانها بتتكلم لغة تانية، فلو رحت اكلم حد هل هيفهمني؟ مش هيفهمني، انا اصلا بتكلم لغة تانية. فهي هنا الفكرة، ان ديت سنن موجودة في الكون، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حطها. والسنن بتاعت الكون ديت انت محتاج ان انت تمشي عليها، ومحتاج تمشي عليها زي ما هي، ومحتاج تبقى عارف ان ده في حاجات طبيعية بديهية هتقابلك، وفي حاجات هي لغة قوم. انت داخل في التجارة، فالتجارة ليها لغة انت داخل فيها، فلازم تبقى عارف الكتالوج بتاعها عامل ازاي، تبقى عارف اولها عارف اخرها، عارف انت رايح فين في المشروع اللي انت عامله، دارس الموضوع كويس قوي، ومستعد انك تدخل وتقتحم السوق ده. طيب انت ما عندكش الكتالوج ده، انت مش فاهم اللغه اللي انت بتعملها، نصيحه ما تدخلش.
نصيحة ارجع خطوتين 3 لورا وتعالَ نرجع تاني ننزل تحت الصفر نتعلم، تعالَ ننزل مرّة تحت الصفر تاني أرجع صبي تاني في الشغلانة اللي أنا داخل أشتغلها، أشتغلها مرّة تانية، أشتغلها مرّة و2 و3 و4 و10 و100 لحد ما أتأكد إن أنا لمّا أجرّب مرّة و2 و3 واتفقنا قبل كده إن أنا لمّا باجي أعمل حاجة باعمل prototype يعني إيه؟ يعني أنا لو معايا 1000 جنيه باجرّب ب50 جنيه، لإن ده بيدّيني 20 فرصة، 20 احتمال أقدر أجرّبهم، 20 مرّة أقدر أتعلّم وأغلط، ففي مرّة أكيد في ال20 إن شاء الله ممكن تحقق نتيجة، ولو كلّهم ما حققوش يبقى أنا كان الطريق ده غلط، يبقى أنا اتأكدت 100% إن الطريق ده غلط، فاروح طريق تاني. فأدخل يبقى عندي مساحة للمناورة، تمام، لكن أنا المشكلة في المفاهيم الغلط إيه، المشكلة في المفاهيم الغلط إن أنت بتدخل وأنت مقتنع 100% إن المواضيع بتمشي بالشكل ده، وأنت مقتنع إن أنت ما فيش طريق تاني أصلًا غير الطريق ده، وأنت كمان فاهم أنت مش بس فاهم الشغلانة نفسها غلط، لأ ده أنت كمان فاهم المحيطين بيها غلط، فاهم إن القوانين بتمشي إن أنت لو دخلت لأ الناس كلها هترحب بيك والناس كلها هتسقف لك، ولو أنت دخلت السوق عادل فأنت هتقدر تكسب وتقدر تعمل، ما فيش حد هيضحك عليك في الطريق، ما فيش حد هينصب عليك، لإن أنت هتدخل بعقلية المدينة الفاضلة ديّة هتتدمر، لإن ما فيش حاجة اسمها مدينة فاضلة، في حاجة اسمها لغة قوم، في حاجة اسمها أنت داخل سوق معين لازم تكون فاهمها، ولو مش فاهم اللغة ديّة فأنت مش هتعرف تتكلمها، ولو ما عرفتش تتكلمها فأنت هتختفي، وأنت هتختفي يعني هتخسر، يعني هتخسر مرّة و2 و3 يعني هتنسحب، يعني الموضوع هيكون ليه أضرار كبيرة عليك، طب ليه؟ ما هو أنت تقدر من الأول أصلًا إنك عشان تعمل ده أنت محتاج إنك تستعد الأول، قبل ما تطلع على سرعة 100 اطلع على سرعة 10 و20 و30 و40 وفجأة هيقابلك مطب، فالمطب يرجّعك تاني لسرعة 10. لو رجعت من عند سرعة 20 لسرعة 10 الموضوع سهل وبسيط، لكن لو رجعت من سرعة 100 أنت هتُقع سقوط حُر، رقبتك هتتكسر، هتموت ومش هيكون ليك قومة تاني. فالهدف من الفيديو ده هو إن أنت تكون يعني الهدف الرئيسي إن إحنا تكون فاهم اللغة اللي أنت بتتكلم فيها في أي سوق أنت داخل فيه داخل فيه جديد، وفي أي حاجة أنت جاي تشتغلها أو أي لعبة أنت جاي تلعبها، لازم تكون فاهم قوانين اللعبة، ولازم تكون فاهم مين الحاكم في اللعبة ديّة، وعندي العضلات اللي تخلّيني أقدر أدخل معاه وأدخل ألعب أنهي دور في اللعبة ديّة، هل أبقى أنا جندي بس فيها، أنا صبي لسه صغير باتعلّم عشان لسه باتعلّم ولسه بابدأ، والّا أنا شخص لسه بيعمل تجارب بسيطة، والّا أنا شخص لأ عادي ممكن أدخل الmarket ده وأنا أدخل كبير، لإن أنا already عندي تجارب كتير تراكم تجارب قبل كده، تخلّيني عندي الاستعداد وتخلّي عندي الإمكانيات اللي تخلّيني أدخل السوق ده وأقدر أنافس وأقدر أكبر حد موجود في السوق ما عنديش مشكلة. لو ما عملتش ده يؤسفني أقول لك لو ما دخلتش سوق وعرفت إيه قوانين القوانين اللعبة أو القوانين الحاكمة ليه، يؤسفني أقول لك إن أنت هتخسر كتير أوي، والأحسن ما تدخلش، الأحسن إنك تقعد تستعد الأول وتجهز لحد ما تلاقي نفسك قرّبت، فابدأ إن أنت خُد أول خطوة لقدّام وما تاخدهاش جري وخُدها خطوة بخطوة. دي النقطة اللي حبيت أشاركها معاكم، إحنا موجودين في السوق الحمد لله بقى لنا كتير، عندنا في رويال كادو تحدي كده إن إحنا في شهر 6 الجاي إن شاء الله نوصل ل1.000.000 جنيه، ويمكن بدأنا النهارده سلسلة من تحت الصفر ل1.000.000 أول حلقة واتكلمنا فيها عن لو أنت تختار إزاي شريكك في الbusiness فارجعوا ليها يعني، شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.